القتل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة، بنصف كلمة، كلمة تهيج، كلمة تؤدي إلى الانفعال، ربما دفعت شابا طائشا إلى ارتكاب حماقة. من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة، بنصف كلمة، لقي الله مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله. نسأل الله العافية والعافية، وأن يكلمنا الخطأ والزلل، وأن يهديني وإياكم إلى سواء السبيل. توبوا إلى الله وأسألوا العفو. وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وعلى سيدنا محمد وآله وصحبه ومن. في الآيات أيضا: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، وسطا. والإسلام مبني على الوسطية والتيسير، لا إفراط ولا تفريط. وقال الإمام الأوزاعي رحمه الله: ما أمر الله عز وجل في الإسلام بأمر إلا حاول الشيطان أن يأتيك من إحدى الجهتين لا يبالي أيهما أصاب: الإفراط أو التفريط، الغلو أو التقصير، التشدد أو التسيب. وبالقدر الذي نواجه به التشدد والتطرف والخروج على الجدة والغلو، نواجه التسيب والانحلال والخروج على سلوك الجدة. فقيمة الإسلام في وسطيته واعتداله. ترى أن أهل العلم والفقه يجمعون على أن الفقه هو التيسير بدليل، ولم يقل أحد من أهل العلم ولا من أهل الفقه ممن يعتد بقوله لا في القديم ولا في الحديث إن الفقه هو التشدد، لا بدليل ولا بغير دليل، لأن الله عز وجل يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ويقول سبحانه: واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم لاصابكم المشقه والعمل. وما خير النبي صلى الله عليه وسلم اين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما ولا قطيعا رحم. حقيقه في ظل هذه الاجواء ينبغي أن نعود إلى ديننا فنفهمه فهما صحيحا، فهو قائم على القيم، على اليسر، على التسامح، على الإخلاق، على الرحمة. ما أعظم هذا الدين لو عدنا إليه بحق وصدق وفهمناه على أيدي العلماء المتخصصين الذين يفقهون وسطية الإسلام. ونؤكد أن مصلحة الوطن لا يمكن بحال من الأحوال أن تتعارض مع مصلحة الدين. ونحن نؤكد وما زلنا نؤكد وفي هذا الجمع الطيب أن مصر هي القلب النابض للعروبة والإسلام، وهي درع الأمة وسيفها، والحفاظ عليها قوية متماسكة واجب شرعي. ففي عزها عز الأمة العربية والإسلامية، ومن أرادها بسوء سيرد الله عز وجل كيده في نحره. ونؤكد أن مصر مؤهلة لأن تنهض بنا جميعا قبل أن ننهض نحن بها. ففيها من الخيرات والثروات التي لم تستغل. وحتى لا أطيل عليكم
أحيلكم إلى مقال كتبته اليوم في صحيفة الأهرام في صفحة الفكر الديني تحت عنوان مصر التي لم تكتشف، ففيها من الثروات ما لو أحسننا التخطيط له واستغلاله استغلالا جيدا وانطلقنا متجاوزين هذه الظروف الاستثنائية والمرحلة الانتقالية إلى مرحلة الأمن والاستقرار، ففي مصر من الثروات الطبيعية ومن الكفاءات البشرية ما يؤهلها لأن تكون عملاقا اقتصاديا رائدة في عالمها العربي والإسلامي وأن تتبوأ مكانتها العالمية. خلى أننا ينبغي أن ننصر مصلحة الوطن على أي مصالح حزبية أو فئوية أو شخصية. وفيما يتصل بأمر المساجد، وقد حدثني بعض إخواني في هذا المسجد وغيره، فأكدت وأؤكد أننا لن نسمح بأن تستغل المساجد لا سياسيا ولا حزبيا لصالح فصيل بعينه أو طائفة بعينها أو أي جهة، فالمساجد للدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، لما يربي على القيم والأخلاق، لما يدفع إلى العمل والإنتاج، لما يقوي الإيمان والصلة بالله ويعمل على مصلحة الوطن. لن نسمح لأي مسجد من مساجدنا أو من مساجد مصر إن شاء الله أن يستغل لا حزبيا ولا مذهبيا، فلنتفق على أن المساجد لما يجمع لا ما يفرق، وسواء كان المسجد في ميناء أو في نادي أو في جهة أو في أي جمعية، فالمساجد مسؤوليتنا أمام الله، وهي مسؤولية وزارة الأوقاف تتولى كافة شؤونها الدعوية دون أن تنحاز المساجد. فيوم أن تدخلت السياسة الحزبية في المساجد فشلت السياسة وضاعت هيبة المساجد، ومسؤوليتنا أمام الله أن تعود للمسجد هيبته وللمنبر كرامته وللعالم كرامته. وأكدت وما زلت أؤكد وأعيد من قبل الثورتين ومن قبل وما زلت أن العلماء والقضاة والمساجد ينبغي أن تكون بعيدة عن أي نزاعات حزبية أو مذهبية، فهي فوق أي صراعات حزبية. وكل من يتقي الله فليحفظ للمسجد حرمته وللمنبر مكانته، وليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. أسأل الله أن يهديني وإياكم إلى سواء السبيل. ولا طلبات ولا طلبات تتعلق بأي شغل. حتى الناس بيتكلموا في الوزارة، عم يطلب يجي الوزارة دي جمعة